ونتابع معه حملة نظف عينيك لإزالة العبارات المسيئة. إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشر مصر، نحن الآن داخل محطة مترو المطرية حيث تقوم حركة مصر وبس بفعالية نظف عينيك، ونلتقي بمنسق عام الحركة الأستاذ وليد صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك إيه سبب مشاركتك في فعالية النهارده؟ احنا حركة مصر وبس حركة نشأت من مجموعة من ثوار 25 يناير، بدأت من شهور قليلة، بدأت بعد ما اكتشفنا ان في زعماء اللي كنا بنفتكر ان هم زعماء للثورة بدأوا يكونوا جبهة احنا بنسميها جبهة خراب. ما ينفعش اللي يقول عليها جبهة انقاذ يبقى مشارك في الجريمة بتاعتها لو قال عليها جبهة انقاذ. اكتشفنا ان هم بيتحالفوا مع الفلول بفلول 25 يناير الاعداء الثورة المضادة، مش عايزين مصلحة البلد، عايزين من الآخر المبدأ الأساسي بتاعهم فيها لخفيها، عايزين يسقطوا الحكم، عايزين يبقى مشاركين في الحكم يا إما البلد كلها تتهد. فمن هنا نشأت الحركة، والحركة بدأت فعالياتها في الشارع. بننزل نخدم الشارع المصري، بنعمل مواقف إيجابية بدل ما احنا قاعدين في البيت. نازلين النهاردة عاملين حملة اسمها حملة نظف عينيك. بدأنا ب3 محطات لحد دلوقتي. بدأنا بمحطات مترو الأنفاق لأن بيشوفها ملايين كل يوم تقريبا، ملايين من المصريين. بدأنا بمحطة سراي القبة، وبعد كده محطة كوبري القبة الجمعة اللي فاتت، والنهارده محطة المطرية. في لينا أعضاء منتشرين في كل أنحاء الجمهورية بيبلغونا لو في شتايم مكتوبة على الحيطان، بيبلغونا عشان نيجي ننظفها. عجبتهم الحملة، واحنا كنا عارفين ان محطة المطرية فيها كمية شتايم كبيرة، بس فوجئنا ان هو من حوالي اسبوع سمعنا ان الالتراس الاهلي جايين. شفنا منظر جميل بصراحه هم عاملينه على الحيطان، في مناظر جميله هم حاطينها، بس بستأذنهم، بس هم في كميه شتايم موجوده على الحيطان احنا اللي بنعملها. فبستأذنهم لو جم يحطوا الرسومات الجميله بتاعتهم ما يبقاش فيها شتايم، ما يبقاش فيها استفزاز للمصريين زيهم، ما يبقاش فيها استفزاز لاهالي بورسعيد، ما يبقاش فيها استفزاز للداخليه عموما بشكل عام. احنا بنضم معاهم وبنضم صوتنا لصوتهم في للرئيس مرسي ان احنا لازم نطهر الداخليه، بس ما ينفعش واحنا بنطالب مطالبه سلميه ان احنا نشتم، وان احنا نشتم الشريف وغير الشريف. لازم نطالب، لازم ندي كل واحد حقه. شكرا. ومعنا ايضا مؤسسه الحركه الاستاذه ايمان ابراهيم. اهلا وسهلا. اول حاجه حركه مصر وبس اتعملت بصراحه لما حسينا ان احنا اتسرقنا، الميدان اتسرق مننا اول حاجه، وبعد كده حسينا الثوره نفسها بتتسرق. فعشان كده مجموعه الثوار ومصابين الثوره قرروا ان هم قررنا ان احنا نعمل الحركه دي عشان نحافظ على ثورتنا سوري. بجد احنا مش عايزين حد يتكلم باسم الثوره غير الثوار نفسهم. فبالتالي انا بقول للناس اللي بيتكلموا باسم الثوره دلوقتي لو سمحتوا ما تتكلموش باسم الثوره تاني، اوكي؟ لان في ثوار بيتكلموا باسمهم، مش محتاجين حد يتكلم عنهم بالنيابه عنهم. زائد ان احنا طبعا ضد ثورتنا كانت سلميه، عمرنا ما استخدمنا لا شتيمه ولا سباب ولا توب ولا اي حاجه من اللي احنا شايفينها دلوقتي على الحيطان. فبالتالي قلنا احنا لازم يكون لينا موقف ايجابي. ايه الموقف الايجابي؟ ان احنا نشيل السباب اللي شوه منظر بلدنا. فعلا يا جماعه، اللي بيحب مصر ما يشوهش مصر، اللي يحب مصر ما يكتبش الفاظ زي كده. دي صوره وحشه لينا قدام العالم. حتى ازاي احنا نطلع الثوره بتاعتنا تبقى انضف ثوره واحنا نيجي نوسخها بالطريقه دي؟ انا بقول للشباب اللي بيعملوا كده يا ريت تفكروا. الفلوس اول حاجه اللي انتوا بتجيبوها دي، احنا عارفين دلوقتي، احنا لما بنشيلها عرفنا ان احنا بندفع قد ايه، بندفع كتير. وحضراتكم مثلا بتكلفوا كام؟ يعني ممكن 200 جنيه في المره بصراحه، ممكن 200، ممكن 300 على حسب كميه السباب اللي موجوده. الدعم بيجي منين؟ مننا والله العظيم مننا كلنا، باللي بيحط 10 وبيحط 20 ويحط 100، كل واحد على حسب مقدرته. كويس، والحمد لله بنقدر نعمل كده. لكن انا بتكلم دلوقتي للشباب اللي هم اصلا وسخوا الحيطان بالالفاظ دي، في صالح مين؟ ده تشويه لبلدنا.
ده تشويه لبلدنا، ده تشويه لبلدنا. ازاي احنا نقبل ان بلدنا تتشوه بالشكل ده؟ ازاي الناس تشوفنا بعد ما كانت ثورتنا اجمل ثوره تبقى بالشكل ده؟ ما ينفعش يا جماعه يا شباب، فكروا والله، لو فكرتوا هتبقى مصر احلى، لو شغلتوا دماغكم مصر هتبقى احسن. يا ريت ما نسمعش كلام الاعلام الكاذب اللي مضلل الشباب، يا ريت ان هم فعلا بجد الشباب دي تفكر في مصلحه البلد، لان مصلحه البلد هتعود عليهم. بخصوص الاقبال، هل الجمهور لقى منكم اقبال او لقيتوا اقبال من الجمهور لما بتشيلوا الالفاظ؟ طبعا، وفي ناس والله العظيم كتير جدا بتقول ربنا يبارك فيكم، برافو عليكم، هو ده صح. المصريين اللي هم الثوار بجد هم المفروض يعملوا كده، وفعلا هم حسوا ان احنا فعلا ثوار، لان السائر الحق فعلا هو اللي يخلي كل حاجه جميله، هو اللي يبني مش يخرب. تمام. هي مؤسسه المترو هي مؤسسه حكوميه. أيوة. هل اخذتم تصاريح؟ اول حاجه كان المفروض مندوبين راحوا اول محطه من اسبوع، وقالوا لهم ماشي اتفضلوا تعالوا. اول ما جينا فعلا نبتدي نشتغل قالوا لنا لا، ده لازم موافقه رئيس مجلس الاداره. اضطرينا نروح رمسيس علشان ناخد موافقه رئيس مجلس الاداره، طلبنا منهم تصريح كتابي، قال لنا لا 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 روحوا ما يهمكوش. فاحنا بنرجوه ان يلتزم، لان احنا كل ما نخش محطه بتقابلنا مشكله اما ان ازاي ما ينفعش ان احنا نشتغل. طب انا عايزه اسال سؤال، ازاي ما ينفعش ان احنا نشيل الشتيمه، وازاي سابوا الناس الشباب يكتبوا الشتيمه؟ يعني انا المفروض ان هو ان احنا نأزره، انا اللي المفروض فعلا نطالب بيه، ده احسن. المفروض الناس كلها تكون التشويه للمصريين كلهم، مش لواحد بس، مش للثوار بس، تشويه لمصر كلها. فانا دلوقتي بطلب من الشباب، ارجوكم يا شباب يا اللي بتعملوا كده، لو سمحتوا فكروا في بلدكم، فكروا ان الثوره بتاعتنا نظيفه ولازم تفضل نظيفه. شكرا. حضرتك؟ طارق حسني، حركه مصر وبس. هي رساله اولا وعايزه ابلغها اولا لقناه الجزيره واشكرها على طبعا على متابعتنا. وطول عمر قناه الجزيره هي اللي بتنقل الاخبار من الحدث نفسه. شكرا لحضرتك. احنا بنسالك عن سبب انضمامك لحركه مصر وبس. حركه مصر وبس انا شايف ان هي بتعمل اعمال كويسه، وبتمسح السباب اللي مكتوبه على الحيطان، وعلشان كده اشتركت معاهم، ولما لقيت ميولهم بالظبط زي ميولي وافكارهم زي افكاري عشان كده. طب ايه هي ميولك وافكارك؟ انا مع الشرعيه ومع الصندوق، وعايز اقول للرئيس مرسي احنا كلنا وراك، واضرب بيد من حديد على اي حد من الفلول واحنا وراك. وانت يا ريس جاي باراده شعب، مش جاي باراده شعب تاني، انت مصري والشعب المصري هو اللي اختارك. ونفسي اقول للقضاه تطهروا بقى بنفسكم، ونفسي اقول للاعلام كفايه بقى كذب على المواطنين وارحمنا من كذبك. شكرا. عرفنا بنفسك؟ باسم احمد حسن. حضرتك شايفك ماسك فرشه والله احنا نفسنا اي عمل جماعي نشارك فيه، اي عمل جماعي، لو كل واحد شال ورقه من الشارع اكيد الشارع هينضف. حضرتك مش مشارك في الحركه ولا منضم لهم؟ انا مشارك لكن مش عضو في الحركه؟ لا مش عضو لغايه دلوقتي، مش عضو. طب ايه اللي خلى حضرتك تشارك في الحركه دي؟ والله انا قريت مره على الفيس ان هم هينزلوا ينظفوا سرايا القبه، فبدون تفكير نزلت يوم الجمعه قبل اللي فاتت وساهمنا معاهم، والنهارده قريت ان هم عندهم في المطريه فقلت اساهم معاهم. طب حضرتك بتشعر بايه بقى وانت بتشيل السباب الموجوده على الحيط؟ انا بقول لحضرتك لو احنا كل واحد شال ورقه من الشارع اكيد الشوارع كلها بدون استثناء هتنضف. لو كل واحد بس، كل مواطن شال الكيس بتاعه او الورقه بتاعته، او بدل ما يرمي الزباله في الشارع كلها هتنضف. اكيد بلدنا تبقى حاجه تانية. فاحنا نفتقد العمل الجماعي، نفسنا عمل جماعي كده كامل مكمل في كل حاجه، في كل المجالات، مش في النظافه بس، في النظافه وفي التعليم وفي الصحه، في كل حاجه عمل جماعي. شكرا. عرفنا نفسك. السلام عليكم. احمد حسين، مشارك مع زمايلي طبعا من زمان جدا جدا، والناس ديت محترمه على فكره من اول ما اتعملت الثوره واحنا موجودين في التحرير. وانا طبعا كنا مختلفين في بعض الاوقات، لكن لما قعدنا واتكلمنا وفعلا انا بعتد فعلا ان الناس ديت كويسه جدا جدا، مش عشان اي شيء، عشان هم يعني لو حد اي واحد راكب المترو او اي شيء بيشوف اي لفظ يعني غير سوي، طبعا ما فيش حد يقبل اي انسان مصري سواء حكومه سواء معارضه ان هو راكب بالمترو ويشوف مثلا شتيمه، مثلا الفاظ طبعا لا تقال ابدا. فيا ريت اي حد من الشعب المصري ما بنقولوش ان احنا مثلا حركه مصر وبس، نقول له شارك وانزل شارك في العمل الخيري، واحنا ما بنهتمش باي شيء الا غير العمل الخيري، ان احنا نقدر نساعد بلدنا بس عن طريقنا.
شكرا. وكانت هذه بعض اللقاءات من داخل محطة مترو المطرية، ونترككم مع بعض الصور الرسومات التي قاموا على إزالتها.